اجتماع عاجل عقدته الحكومة الإسبانية على خلفية انقطاع الكهرباء الذي تشهده البلاد، صرح رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز أن الكهرباء قد استعيدت بالفعل في عدة مناطق بالشمال والجنوب وشبه الجزيرة الإيبيرية بفضل الربط الكهربائي مع المغرب وفرنسا. وحسب سانشيز وفيما يتعلق بأسباب الانقطاع، صرح أن الأسباب لا تزال مبهمة إلى حدود الساعة. Y en algunas zonas del sur de Francia. Instantes después, la empresa Red Eléctrica Española ha puesto en marcha sus protocolos de seguridad y el Ejecutivo, tal y como mandata el plan vigente sobre riesgos del sistema eléctrico, ha declarado lo que se viene a denominar la crisis de electricidad. Además, hay 3 comunidades autónomas que han solicitado formalmente. وينضم إلينا اللحظة مباشرة من إسبانيا لمزيد من التوضيحات السيد إدريس رمزي الروكي، إعلامي وخبير متخصص في العلاقات المغربية الأوروبية. أهلا بك سيدي. وبداية، كيف عاشت الجارة الإيبيرية اليوم مع تداعيات انقطاع التيار الكهربائي والشلل الذي أصاب الحياة العامة بعدد من المدن والحواضر الكبرى؟ هي حقيقة أزمة حقيقية تضرب إسبانيا على وجه الخصوص، حيث تم ضرب كل المجالات الحياتية، مما أدى إلى في الكثير من المدن الإسبانية خاصة في العاصمة الإسبانية مدريد إلى فوضى جراء توقف قطارات، توقف وارتباك واضح في المطارات، ارتباك واضح في الطرق نتيجة توقف إشارات المرور. الأكيد أن هناك بعض الهيئات السياسية وبعض المنظمات طلبت عاجل، يعني طلبت بحالة طوارئ وطنية نتيجة تعطل الحاصل لكل الخدمات الحيوية الطبيعية. الأكيد أنه لحظة لحظة أزمة حقيقية، وقد أكدتها الحكومة الإسبانية في الخرجات المتتالية. كان الوضع صعبا بالفعل. كيف تفاعلت إسبانيا مع هذا الطارئ والذي أثر على عدد من القطاعات الحيوية الأساسية كما ذكرت؟ الأكيد هو الجميع كان في العمل ديالو الاعتيادي حتى توقف بدون انذار او ما سبق، وبالتالي كانت ازمه حقيقيه، فوضى. كانت السلطات الاسبانيه مبادره الى حل المشكل. لحد الساعه بعض المناطق الاسبانيه قد تم حل المشكل ديالها وارجاع الكهرباء، ولكن بعض المناطق، ونحن مثلا في منطقه مالاغا ماشي كامله، منطقة مالاغا الأكيد أنها باقي ما رجعش الكهرباء لحد الساعة. رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أكد أن استعادة استقرار الكهرباء كان بفضل التنسيق مع المغرب ومع فرنسا. أين تكمن أهمية الربط القاري بين ضفتي المتوسط خاصة في مثل هكذا حالات؟ الأكيد هو أنه الخرجة ديال رئيس الحكومة الإسبانية أكد بالفعل على وشكر جلالة الملك وشكر الحكومة المغربية على المساعدة، وعلى أنه كان نتيجة العلاقة ونتيجة المساعدة الحقيقية للمملكة المغربية من أجل إرجاع الكهرباء. هذا لا يؤكد العلاقة التاريخية التي تتجاوز كل الحدود. المغرب أكدها في الكثير من الأزمات الطبيعية التي ضربت إسبانيا، كانت آخرها فالنسيا، حيث قدم مجموعة مساعدات، وهذا لا يمكن أن تنساه سواء الحكومة الإسبانية أو رئيس الحكومة أو الشعب الإسباني الذي في كل خرجته يؤكد على شكره وامتنانه لجلالة الملك وللشعب المغربي لهذه المساعدة التي يقدمها في كل حين ولحظة. أشكرك جزيلا سيد إدريس رمزي الروكي، الإعلامي والخبير المتخصص في العلاقات المغربية الأوروبية، على كل هذه التوضيحات. كنت معنا مباشرة من إسبانيا. ينهي المكتب الوطني للمطارات لعلم المسافرين المغادرين من مطارات المملكة بأن نظام تسجيل